صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا صوص الفراوله الجميل. شايفين جماله؟ بسم الله ما شاء الله، بجد جميل جدا. القوام تبعه ما شاء الله، وكمان لسه ما بردش طبعا، يعني دافي كده لسه كمان. وكمان لما يتحط في التلاجة هيكون قوامه جميل جدا. هتمشي على نفس الخطوات، هتطلع معاكم بنفس النظام ده. بصوا، ما حطيناش اي حاجه ما حطيناش فيها. حاجات كلها من بيتنا، ولا حطينا حاجه حافظه، ولا حطينا له الوان. هي قطعه بنجر قامت بالواجب زي اللي قدامكم ده. البنجر ده هتخزنوه عندكم في الفريزر، هينفع لاي حاجه، للحاجات اللي زي ديت. وطبعا عارفين فوائده كتيره، بسم الله ما شاء الله. شايفين جمال ما شاء الله كده. انا هدخله بقى التلاجه، هغطي بقى البوله ديت لها غطا واحطها في التلاجه. لو عندك برطمان هتحطها في برطمان، انا هسيبها كده في البوله طبعا، وهاخد منها. طبعا بتزيني بيه التورتات، وبتزيني بيه سينابون، بتزيني بيه حاجات كتيره، الكيك، تشيز كيك، الحاجات دي كلها بتزين الصوص. بدل ما تشتريه غالي من بره، لا انت هتعمليه بايدك ارخص. ده كيلو فراوله، وطلع معانا الكميه الكبيره الجميله ديت. احلى من بره بكتير كتير، ولا في مواد حافظه ولا اي حاجه. هتمشي على نفس الخطوات اللي انا قلتها بالملي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الصوص الفراوله ده الجميل ده اتعمل ازاي. وان شاء الله هعمل لكم صوص الكراميل والحليب المكثف، وان شاء الله هنعمل شويه صوصات كده معانا ان شاء الله. يلا يا حبايبي نشوف الصوص الفراوله ده اتعمل ازاي. احنا كده بقى معانا حوالي كيلو فراوله، هنقطعه كده قطع صغيره، وبعد كده هنرفعه على البوتاجاز مع السكر. طبعا احنا هنعمل صوص الفراوله مع بعضنا بطريقه سهله وبسيطه خالص. وطبعا لو الفراوله عندك، طبعا لو فيها اصفر كتير مثلا، يعني زي كده تلاقيها فيها قطع صفرا كده او خضراء، هتنشال خالص. ولو لقيتي قلبها ابيض كده، طبعا هنحط لها قطعه بنجر عشان تديها لون وتعززها كده باللون كده. وطبعا انتوا عارفين البنجر وفوائده، بسم الله ما شاء الله. زي ما بنحطه مع الصلصه تدي لها لون كده وتبقى زي صلصه المحلات، احنا هنحطه برده مع صوص الفراوله. نقطعه بقى كده ونرجع لكم تاني. احنا كده بقى قطعنا الفراوله، ده كيلو يا حبايبي. هنبدا نجيب الحله، نحط بقى الفراوله كده. معنا بقى كوبايه سكر، هجيب كمان نص كوبايه، ادي كمان نص كوبايه. قطعتين بنجر، طبعا انا هحطها في الفريزر وهنحطهم بقى على النار. واول باول هنخش الريم تبع الفراوله. اول باول يا حبايبي لازم الرغاوي البيضاء اللي بتطلع اللي هو الريم ده، دي رغاوي بيضاء لازم اول باول تخرج، عشان ما تخليناش المربى شكلها وحش، الصوص شكله وحش. معنا بقى صوص الفراوله، طبعا بتبدا بقى تغلي هوا. ساعه ما تعمل بقى رغاوي بيضه هنبدا نشيل الرغاوي اول باول. ناخد بالنا من الحركه ديت، مهمه جدا في الصوص الفراوله، في مربى الفراوله. ده مهم جدا في اي مربات او اي صوصات تعمليها. طبعا انتوا عارفين صوص الفراوله، طبعا الفراوله دي بتعمل رغاوي بيضه كتيره، سواء مربى سواء هتعملوها صوص كده حبايبي. الصوص طبعا بدا ينزل لونه زي ما قدام كده. طبعا كنت بقوش الريم اول باول. هاجي كده اجيب بوله واصف كده، بسم الله. شايفين لونها؟ بسم الله ما شاء الله، لونها جميل جدا. هبدا بقى انزل كل السوائل ديت. كده حبايبي زي ما قدامكم كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هرجع تاني احطه على النار. طبعا انا كده صفيته كله، احطه على النار تاني. هجيب مصفى تانية اصفيه تاني كمان مره، هي تصفيه تانية. بسم الله. فيها شوايب، اي بذور، اي حاجه، طبعا تطلع في المصفى الضيقه دي خالص.
زي ما شفتوا كده قدامكم. لازم نصفيه مره واتنين. هرجع بقى تاني بقى على البوتاجاز، هنشوف هنضيف له ايه. طبعا الرغاوي البيضه ديت برده هنشيلها، ما نسيبهاش. هنحطه كده حوالي ربع ساعه كده على النار، وهنشوف هنعمل فيه ايه. هبدا احط كده حوالي نص معلقه ملح ليمون او ربع معلقه. هي مش ما تجيش نص معلقه دي اصلا. هبدا احطها كده عشان طبعا السكر اللي احنا حاطينه في الفراوله ما يحبش تاني ويرجع سكر. فلو ما عندكيش ملح ليمون ممكن تحطي ليمونه، بس الملح الليمون ده بيبقى ماده حافظه، وكمان بيخلي الصوص الفراوله بيغيب عندك، ما بيعملش سكر تاني، بيكون افضل بكتير من الليمون. هبدا بقى كده اي رغوه بيضه هنبدا نشيلها تاني، واحنا عايزين بقى الصوص ده يكون مركز معانا، ما حطيتلوش فراوله، ما حطيتلوش اي حاجه. البرجر ده بيبقى جميل جدا، وبيدي اللون الجميل اللي انت عايزاه، سواء صلصه سواء اي حاجه، بدل الالوان الصناعيه اللي انت بتحطيها. الالوان ما احناش عارفين هي الالوان دي معموله من ايه. فعندك لو ما عندكيش برجر ممكن تحطي حبتين كركديه، عندك فواص مفيش مشكله، او عناب، يا كركديه يا عناب. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين صوص الفراوله ولسه سخن على فكره؟ شايفين جماله ما شاء الله. بجد الطريقه دي جميله جدا، جربوها وما فيهاش اي مواد حافظه ولا فيها اي حاجه. طريقه طبيعيه، اللون جميل، شايفين لونها جميل بسم الله ما شاء الله. شايفين قوامها لسه طبعا لما تبرد خالص، طبعا هرجع لكم في اول الفيديو ان شاء الله هتكون برد خالص وهيكون قوامها احسن من كده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.